هلا هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاقين؟ مثل ما تشوفون اني بالمنزه بالكافيتيريا مال الجامعه. ساعة صارت ب11 فارغ. اتوقع قاعد تسمعون الهوسه اللي ورايا. راح نطلع هسه برا حتى يصير المكان شوي اهدى. جبت اكلي، جبت شربي، لا جبت شربي، جبت اكلي حتى اسولف لكم كم شغله. خلينا نطلع برا، صارت هوسه هنا. برا برا قاعدة اشرب شوكوتشينو، مشروب اول مرة اسمع باسمه. قبل لا ابلش موضوع شغلة مهمة لازم احكيها. اني القناة مالتي عبارة عن اظافر ويومياتي، فهي القناة ما اخصها بالدراسة. هو صح الفيديوهات اللي نشرتها دراسة لان يومياتي دراسة هالفترة لاني حاليا طالبة، بس القناة مو دراسة. دا تجيني تعليقات على كل الفيديوهات اللي انشرها، شلون نجي لألمانيا، شلون ندرس، شلون نجي نشتغل بألمانيا، أسئلة بس عن ألمانيا، عن الهجرة لألمانيا، اللجوء لألمانيا وغيرها. راح أسوي فيديوين 3 ما أعرف لي هسه، بس عن تجربتي أني شلون جيت، شلون اشتغلت، شلون عادلت شهادتي. أنا ما راح أحكي عن نصائح للناس اللي جاية لأن أنا ما أعرف، أنا مو هذا اختصاصي، وأني ما عندي أي خبرة بالموضوع غير بس التجربة اللي أنا سويتها. يعني تجربتي راح أشرح لكم إياها، فأتمنى تتفهمون هذا الشيء، لأنه على كل الفيديوهات اللي نشرتها تجيني تعليقات شلون ندرس بألمانيا، أنا فلان تخصص وأنا أريد أدرس فلان تخصص، أسئلة أنا يعني بعضها أعرف أجاوبها بعضها ما أعرف. فهاي الفيديوهات توضيحية، بس مو معناها أنه القناة هي عبارة عن دراسة وشلون واحد يجي ألمانيا والحياة في ألمانيا. القناة مو هذا اختصاصها نهائيا، تجاربي. خلينا نبلش. الفيديو اليوم حيكون شلون جيت ألمانيا وشلون تدخل ألمانيا وشلون تبلش. الفيديو الثاني حيكون عن السنة التحضيرية. أول سؤال، شلون أجي لألمانيا؟ أكثر سؤال سألته شلون تجي لألمانيا؟ كذا طريقة. الطريقة اللي أنا إجيت بيها لجوء، أنا جيت لجوء لألمانيا، هاي أكثر طريقة الناس تجي بيها لأوروبا، والطريقة اللي أنا ما أنصح بيها. هسه نجي التفاصيل. الطريقة الثانية فيزا دراسية، انك تجي كطالب مخلص اعداديه او مخلص بكالوريوس وتريد تكمل دراسه هنا، يا اما تكمل بكالوريوس يا اما ماجستير. الشغله الثانيه اللي هي فيزا عمل. اعرف انه المانيا تقدم فيزا عمل، بس ما اعرف اي شروط عنها، ما اعرف اي شيء عنها، بس اعرف انها تقدم فيزا عمل. بعد شنو، سامعه بشيء اسمه فيزا شنغن، ما اعرف عنها اي تفاصيل، بس موجوده ناس تجي عن طريق فيزا شنغن، عن طريق الفيزا الطبيه، بس هاي يعني مجرد انك تتعالج وترجع، ما بيها بقاء بألمانيا. هذني اخير 3 حكيت ما اعرف عنهم اي شيء، فما راح نتطرق عليهن، راح نتطرق فقط على اللجوء. اللجوء اللي هو انا اسميه لجوء بس هو الطريقه الغير شرعيه، واللجوء والفيزا الدراسه، شغلتين اللي انا اعرفهن. خلينا نبلش بيهن. بالنسبه لي انا كمريم افضل فيزا الدراسه. شوفوا، اول شيء فيزا الدراسه شنو محاسنها؟ فيزا الدراسة شنو محاسنها؟ فيزا الدراسة أول شيء إنك تجي عندك أساس، تجي عندك لغة، لأنه لازم تجي حتى يجي الطالب. نبلش بفيزا الدراسة. فيزا الدراسة شلون واحد يحصلها ومنو يحصلها وليش يحصلها؟ فيزا الدراسة يحصلها اللي عنده بكالوريا أو اللي عنده بكالوريوس أو أتوقع حمل ماجستير وجاي يكمل دكتوراه، أو يعني أبو البكالوريا خلينا نحكي، اللي هم أكثر ناس يسألوني هذا السؤال. تخلص بكالوريا بمعدل ما لا يقل عن 60. فلوس يحتاج 10,000 11,000 يورو حسب. بصراحة الموضوع ماكو يعني ما أعرف إيش قد هو بالضبط الرقم اللي حاطته السفارة، بس هو يختلف من شخص لشخص. يعني أنا حسب زملائي اللي أعرفهم كل زميل أسأله يعطيني رقم مختلف، بس الأرقام كلها تتراوح بين 11 وال10 آلاف. هذا المبلغ مو قليل، بس هذا المبلغ إلك، هذا المبلغ مو للدولة ولا للمعاملة ولا للسفارة، هذا المبلغ إلك كضمان إنك ما راح تروح تقدم لجوء بألمانيا.
او ما راح تجي وتقول ما عندي فلوس اكل واشرب، فتضطر الدوله تدفع لك، لان المانيا تضطر تدفع للي ما عنده اكل وشرب. هذا الفلوس اللي انت حتعيش بيها بالمانيا من تجي، من انت حتجي هذا المصرف مالتك بس. راح نجي للنقطه المهمه، بالمانيا راح تحتاج تاجر شقه، بالمانيا راح تحتاج تدفع تامين للشقه، راح تحتاج تدفع كهرباء، راح تحتاج بالبدايه تتنقل هوايه بالمواصلات، فلوس، راح تحتاج هوايه فلوس بالبدايه بالمانيا. زين هاي منين حتصرفها؟ تصرفها من الشبير كونتو او اللي هو اسمه الحساب البنكي المغلق. هاي الفلوس حتعيش بيها انت بالمانيا اول ما تجي، المفروض تكون زايد عليك. والشرط الاخير اللي هو لغه، تحتاج لغه B1 B1 حتى تمشي معاملتك بالسفاره وتجي لألمانيا. بدون B1 صعب. المشكله بهذا الحساب البنكي المغلق انه هاي الفلوس حتعيش بيها انت بالمانيا ورا سنتين، راح يعطوكم اقامه سنتين، ورا السنتين حيجددوا لك الاقامه. يوم تجديد الاقامه لازم يكون نفس المبلغ عندك بالحساب البنكي. هاي النقطه المهمه. يعني هسه تقول اوكي راح اجي لألمانيا راح اصرف هاي ال10000، راح اصرف عندها 5000 مثلا، وورا سنتين ما قدرت تدبر بعد 5000. ترى مو سهل انك تدبر فلوس بألمانيا يعني من الشغل. راح تلقى نفسك ما عندك هاي الفلوس، يا اما اهلك يحاولوا لك، يا اما ما اعرف، يعني اكو ناس اصلا ما تصرفها. فلازم من تجدد اقامه يكون هذا المبلغ موجود بالحساب مالتك يوم تجديد الاقامه. هنا النقطه، هنا ممكن يزيد ينقص. عندي صديق كان ناقص 2000 هيك شيء، غلسوا. فتعتمد على الموظف مالتك، تعتمد على المنطقه ووضعك. بس هو الواحد ليش يحط نفسه بهيك مواقف صعبه؟ فيظل ماشي على الرقم اللي هم طالبينه. ياي جيت لألمانيا، هسه شنو؟ ورا ما جيت لألمانيا تحتاج شغله واحده، تحتاج تعادل شهادتك. شلون اعادل شهادتي؟ طبعا اللي جايين من كل الدول العربيه اجباري يعادلون شهادتهم ما عدا تونسيين. الشهاده التونسيه ما خاصها بالجنسيه، الشهاده التونسيه والشهاده السوريه ما يعادلون الشهاده مالتهم، يدخلون قبل الجامعات بس يحتاجون لغه. بقيه الجنسيات او الناس اللي مسويه شهايدها او ماخذه شهايدها من الدول العربيه البقيه لازم يسوون شيء اسمه سنه تحضيريه، ستوديون كوليج. طبعا هذا الشيء بس للطلاب اللي يريدون يدرسون بألمانيا بكالوريوس. الماجستير ما لهم سنه تحضيريه. واللي عندهم اوريدي شهاده جامعيه بس يريدون يسوون مره الاخرى يدرسون بكالوريوس هم يحتاجون سنه تحضيريه. زين اجيت لألمانيا، دبرت الفلوس، دبرت كل شيء. هسه شو اسوي هنا بألمانيا؟ اول شيء تسوي تقدم على السنه التحضيريه. يفضل انك تقدم عنها بالعراق، تملي كل الاوراق، تاخذ موعد امتحانات للسنه التحضيريه. هذا اهم شيء تسوي، تاخذ موعد امتحان للسنه التحضيريه. ورا ما اخذت موعد امتحان للسنه التحضيريه تجي لألمانيا على طول تمتحن، او اذا ما دبرتها هم مو مشكله تجي بس تجي بفتره تتلحق انك تقدم على الامتحانات، واول ما تطب الألمانية تمتحنهن، يعني تصير سويه. عرفتوا؟ مو تجي ألمانيا تلقى استوى خلصانه الامتحانات مال السنه التحضيريه خل انتظر 6 اشهر. هاي 6 اشهر من حياتك. سنتين اقامه. ورا ما تخلص الإقامة هاي السنتين بتجديدها لازم عندك شرطين أنت مسويهن. الشرطين الصعبات، أنا بعد ما أعرف شنو الشروط البقية عادية، يعني أكيد لست شروط أكو، بس الشرطين الصعبات اللي لازم كل واحد يعرفها قبل لا يجي لألمانيا. أول شرط أنك تكون عندك قبول جامعي. قبول جامعي بأي تخصص مو مهم، حتى لو أنت كاتب مثلا أنا أريد طب وجيت لقيت نفسك ما قدرت تقدم طب، انقبلت مثلا بكيمياء، انقبلت بأي تخصص ثاني عادي، مهم قبول جامعي. و10,000 يورو بالبنك، الحساب البنكي المغلق. من تخلص السنتين لازم يكون عندك قبول جامعي إجباري، هذا شرط كلش. السنة التحضيرية وتفاصيلها راح أشرحها بفيديو بس للسنة التحضيرية، ما أريد أزعج هسه الناس اللي ما لها دخل بالسنة التحضيرية بفيديو طويل. السنة التحضيرية وتفاصيلها بفيديو خاص بها ورا هذا الفيديو إن شاء الله. هسه أكيد عندك سؤال أنت اللي تشوف، طيب أنا اجيت وصرفت 5000 من الحساب البنكي مالتي، وهسه شلون منين راح أجيب فلوس؟ أنت تشتغل تكد يعني شغل حقيقي. يا إما أساسا ما تصرف هاي المبلغ، تصرف من عنده مثلا 1000 2000 أقصى شيء، بس بنفس الوقت أهلك يحاولوا لك يظلون بالبداية. أنا أعرف أصدقاء 2 زملاء
اعرف وحده جتي صرفت من عندهن وبسنه واحده جمعت 7000 يورو، ما شاء الله مبلغ كلش كبير. اللي عايشين بالمانيا يعرفون انه هيك مبلغ ما ينجمع ب 7000 من شغل عادي مستحيل. بس هي ما اعرف يعني يمكن كلش كانت حارمه نفسها. واعرف طلاب طول السنه اهلهم يحولون لهم مصرف الشغل. هسه همين الطالب اللي جاي فيزا، طالب يقدر يشتغل لو لا. بالسنه التحضيريه ما انصح احد يشتغل بصراحه، يعني انا بالسنه التحضيريه ما اشتغلت ولا اعرف احد يشتغل غير بس يمكن واحد او اثنين، بس كانت الموضوع كلش صعب يعني للي يشتغل. السنة التحضيرية كأنها مدرسة مكثفة، أصعب هواي من الجامعة، فالواحد ما يقدر يشتغل. يعني احسبوا حسابكم إنه بالسنة التحضيرية اللي عليها سنة تحضيرية يحسب حسابه ممكن 1% إنه يشتغل. بس طلاب الجامعات يقدرون يشتغلون، طلاب الجامعة العادي يقدر يشتغل حتى شغلتين يعني حسب هو وقته وهو تخصصه. أما بالنسبة للجوء أو الطريقة الغير شرعية اللي كلكم تعرفوها، خطرة. أنا اجيت بوقت كانت ما هي كانت ألمانيا فاتحة الحدود كلها. يونان أنا مجرد عبرت من تركيا لليونان، من يونان لألمانيا باصات ألمانية هي وصلوني حماية. فيختلف الطريق اللي دا أشوفه هسه. شفت منشور على الإنترنت إنه شباب عراقيين جاعوا لمن فقدوا الحياة. ما أعرف إذا أقدر أستخدم هالمصطلحات على اليوتيوب لو لا، بس إنه لما فقدوا حياتهم وظلوا متمددين بمكانهم أسابيع إلى أن اكتشفوهم الجروب اللي إجا وراهم ولقوا بس باقي جناسيهم وشهايدهم أو أوراقهم، وصوروه وقالوا ترى هذول هيك قصتهم. يعني أنا دا أحاول إني أحكي موضوع بصورة شوية موضوعية وبدون ما يكون الموضوع شوية جارح. كانت القصة فعلا تدمر يعني تقهر هيك، يعني الناس قاعد تفقد حياتها. فما أنصح بالتهريب بهالطريقة، ما أنصح. يعني ممكن واحد يفقد حياته على مود ألمانيا لا ما تسوى. أكو وايد أنا أشوف بالعراق ناس يقول لك أخسر كل شيء المهم ألمانيا أوصل. مو لهالدرجة، ترى ألمانيا جنة. انتوا دا تشوفون الصورة الحلوة عن ألمانيا، بس ألمانيا مو لهالدرجة جنة. ما تسوى ألمانيا إني أفقد حياتي على مودها، عرفتوا؟ زين، ولا تسوى ألمانيا إني أخسر هالمبالغ الكبيرة على مودها. زين راح تقولوا لي العدول دا يصرف 10 على فيزا دراسية، هاي ال10 إليه ما يعطيه الشخص يواصله. عرفتوا الفرق؟ راح نجي على السلبيات والإيجابيات بين الطريقتين اللي هي الطريقة الغير شرعية وطريقة الفيزا الطالب أو الطريقة الشرعية بصورة عامة. الطريقة الشرعية تقدر ترجع بأي لحظة وفلوسك ترجع لك. وإذا ترجع ما ينحط عليك ختمة خلص أنت بعد ما تقدر ترجع لألمانيا مثل اللاجئ. قررت أنك ورا الدراسة ما تقدر تكمل بألمانيا، ما عجبتك لأن ما تعجب الكل، تقدر ترجع، تقدر تسافر بأي مكان، على الأقل صار عندك شهادة ألمانية تقدر تشتغل بها بكل العالم. طبعا أغلب اللاجئين ما يقدرون يدرسون جامعة لأنه بسبب الوضع اللي يجون به والطريقة وكل شيء يخسرون عمرهم، يخسرون كل شيء. قليلين كلش اللي يجون يقدرون يكملون جامعة. اللاجئ من يجي ما يقدر يغير رأيه ويقول أريد أرجع للعراق، ما عجبتني ألمانيا، أريد أرجع للعراق بس بعد نندق منع، بعد ما تقدر ترجع لألمانيا ولا أي دولة أوروبية. اشتاقيت لأهلك ما تقدر تروح تشوف أهلك، اشتاقيت لأي مكان. زين هاي إذا حصلت إقامة وقدرت تسافر دولة أوروبية ثانية، ممكن حتى إقامة ما تحصل لمدة 10 سنين تظل بدون إقامة. أعرف هواي ناس 10 سنين ما عنده إقامة وقاعد ما شايف أي دولة أوروبية، ما شايف أي مكان، ما يقدر يطلع من ألمانيا، بس يطلع خلاص 10 سنين. بينما اللي يجون بطرق شرعية يقدر يرجع، يقدر يشوف أهله، يقدر كل شيء يقدر يسويه. فلهذا السبب أنا حكيت لكم هذا الحكي. مشكلة ثانية، اللي يجي فيزا دراسية يجي عنده B1 أو B1 مستوى لغة كل زين، ويبدي على طول بتحضيرات للسنة التحضيرية، يبدي على طول يدور جامعة، يدخل رأسا يندمج خلاص يدخل. هل تعلمون أنه هذا الموضوع أخذ من عندي 4 سنين؟ يلا قدرت أمشي. أول شيء لأني جيت صفر لغة، مع إني كنت أتعلم لغة بالعراق، كنت أدرس لغة ألمانية، يعني كنت أدرس بعض الأشياء جمل كنت أحفظ، ومع ذلك احتاجت 4 سنين حتى أدخل
بالحياة، يعني أبدي أعيش. بالبداية ما عايشة بأول 4 سنين بألمانيا، احتاجيت 2 أو 1.5 سنة حتى يسمحوا لي أدخل كورس B1. ليش؟ لأن الكورس B1 لازم يدفع أحد، أنت ما تقدر تدفع لأنك لاجئ ما عندك فلوس، وإذا قلت لا أنا عندي فلوس فتنقطع عنك كل المساعدات، وأنت أصلا ما تقدر تحصل أي، يعني مجبور تاخذ هاي المساعدات سواء عجبتك أو ما عجبتك، مجبور يعني خلص. مين تجيب فلوس؟ إذا تجيب فلوس خلاص معناته تتحمل مسؤوليتك للأخير يعني، وما حد يقدر يتحمل مسؤوليتك كلاجئ بالبداية للأخير. فتضطر انك تنتظر احد يحن عليك ويصرف لك فلوس الكورس. داومت B1 احتاجيت من 6 أشهر الى سنة، حسب اذا تريد مكثف واذا تريد العادي. من 6 أشهر الى سنة بس B1. هنقول سنة، اغلب الناس سوته سنة، انا سويته 5 أشهر. انا سويته لين جيت ادرس بالبيت، فدخلت متقدمة على البقية وما احتاج ادرس 5 أشهر الحمد لله. بس هي ناس سنة تسويها، راح نقول سنة راحت من حياتك بس B1. زين اجى كورس B2 او B2، لانك تريد تسوي جامعة. دا نحكي هسه احنا على اللاجئ اللي يجي حتى يدرس، دا احكي على هذا الحال، ما دا اقول اللاجئ اللي يجي حتى يعيش بصورة عامة. يعني اللاجئ اللي جاي يعيش يحتاج B1 اقصى شيء، يعني عادي يسوي B2 وسي ايز، بس هو ما مجبور. ورا B1 تقعد تنتظر 6 أشهر اكثر اقل حسب مدينتك على ما يسمحوا لك تكمل B2، لان هم تحتاج موافقه وفلان يدفع لك وعلان يدفع لك ومن راح يدفع لك فلوس الكورس ويا كورس 6 أشهر مثل الورد بالنسبه لي راحت. بلشت B2 6 أشهر B2 خلصت 6 أشهر لخه انتظر C1 لان انا اريد ادخل جامعه فمحتاجه اخلص C1. بعدين C1 هم 6 أشهر. كم سنه راحت على ما الله سهل لي. ناس قالوا لي يا مريم انت عراقيه، انت محتاجه شيء اسمه سنه تحضيريه، فكورسات اللغه عوفيها وروحي دوري سنه تحضيريه تداومين بيها. وهذا اللي سويته. هذا الموضوع كله اخذ من عندي 4 سنين على ما دخلت للسنه التحضيريه. ومن دخلت للسنه التحضيريه خلاص مشيت طبيعي، يعني اكتشفت عالم ثاني ما كنا احنا نعرفه كلاجئين، اللي هو عالم الدراسه والطلاب والدوامات والاشياء. فهاي ال4 سنين راحت من حياتي. بالنسبه للفيزا الدراسيه او طالب، هذا كله ما راح يمر به، راح يجي على طول، راح يكون هو عنده معلومات، عنده اشخاص يعرفهم من قبل لا يدخل المانيا. لهذا السبب الفيزا الدراسيه احسن بهواي من اللجوء. الطالب مشكلته انه يكون متوتر اكثر من الطالب العادي اللي هو اللاجئ. ليش؟ الطالب اللاجئ ممكن ياخذ قرض، طبعا بعدين يرجعه، بس انه ياخذ قرض يدرس به. الطالب اللي يجي على حسابه ما عنده هذا الخيار، مجبور يدبر فلوس، فيظل هم متوتر بسبب الدراسة الصعبة وهم متوتر بسبب الفلوس. منين حجيب فلوس؟ حدبرها، يجوع نفسه هواية، حارم نفسه من كل شيء. يعني هي مرحلة وتعدي، عرفتوا؟ بس هي موجود هذا الشخص او التوتر عند الطالب الجاي على حسابه اكثر من الطالب اللاجئ. يا جماعة نسيت شغلة كلش مهمة، لا تنسون تسوون سبسكرايب، أهم شيء سووا لي لايك، شاركوني بالتعليقات إذا كان عندكم سؤال عن اللي حكيته، لأن الفيديو الجاي حسوي عن السنة التحضيرية، والفيديو الثالث حيكون عن أسئلتكم، راح أطلع أسئلتكم بالسرة وأجاوبها فقط. الفيديو شاركوا ويا الناس اللي تحسون محتاجين يعرفون هيك معلومات، وفعلوا الجرس حتى تجيكم إشعارات من أنزل فيديو كل 10 سنين مرة. الانستغرام مالتي كلش حلو للبنات اللي يحبون اظافر، يعني اكثر شيء اشتغل على الانستغرام. كل يوم ينزل فيديو تعليمي جديد، ديزاينات كل اسبوع 2-3 نزل ديزاينات جديدة. فالبنات اللي يحبون اظافر لا تفوتين الانستغرام. بعد شنو تيك توك همين عندي هواي فيديوهات عليه. ها هي، اتمنى لكم يوم سعيد، ان شاء الله عجبكم الفيديو واستفاديتوا من عنده. اشوفكم بالفيديو الجاي، باي.